صلّي وسلِّم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، من مطبخ مجيدة النهارده إن شاء الله. تعالوا بقى هنعمل النهارده بقى هنعمل سمك برّه. طبعًا أنا النهارده كان عندي طبعًا موال كده في البيت الماتور والحاجات دي، فقُلت أجيب سمك بقى من برّه وأعمل بابا غنوج وأعمل رُز، ويالّا بينا بقى نشوف مجيدة عاملة الجمال والحلاوة دي إزاي النهارده. تعالوا نشوفوا طريقة البابا غنوج والرُز، ويالّا بينا نروح على المطبخ نشوف هنعمل إيه. معايا هنا 3 بقى بدنجانات كده، غسلناهم هنحطهم بقى على النار كده. جبت شبكة، طبعًا أنتم عارفين البدنجان أمّا تحطوه على العين بيفضل يُقع، رُحت جايبة شبكة وحاطاه كده على الشبكة عشان ما يُقعش كل شوية، وخرّمته وهاسيبه طبعًا يستوي. هاغطيه عشان لمّا بتكتميه كده بيستوي بسرعة، ما خدش يعني ربع ساعة كده على بعض ما خدش، ما بيغيبش يعني. فلمّا بتغطيه ما شاء الله بُصّي كده ما بيغيبش في السِوَى. يالّا بينا بقى هنا طبعًا بعد ما عملنا بقى البدنجان اتشوى، يالّا بقى نشوف كده نعمل شوية رُز كده بالبصلة. طبعًا إحنا جايبين سمك شوي، قُلت أعمل بقى شوية رُز كده وشوية بابا غنوج. إحنا عندنا ولادي ما بيحبوش السلطة ولا الكلام ده، بيحبوا البابا غنوج أكتر من السلطة، فقُلت لهم أعمل لكم بابا غنوج وأعمل شوية رُز ببصلة كده أهُم. حطيت بصلاية كبيرة على النار وشوية زيت، أحمّر بقى البصلاية كده وأنزل عليها بقى بتوم وفلفل ألوان. هاقلّب الكلام ده كلّه مع بعضه. بعد كده طبعًا أنا غاسلة الرُز ومحضّراه، هانزل بقى بالرُز والمَيّة عليهم، وهانزل بالملح وأقلّب بقى الكلام ده كلّه كده مع بعضه، وأسيبه ياخد ويدّي كده مع بعضه كده، يتشرّب مع بعضيه. أول ما يغلي طبعًا كده ويتشرّب هانقله على عين واتشة كده وأسيبه ياخد ويدّي مع بعض. يالّا بقى نشوف هنعمل نغطّي طبعًا الرُز ونشوف هنعمل في البدنجان. جِبت البدنجان يالّا نقشّره بقى كده. طبعًا أنا ما كانش عندي طحينة، رُحت جايبة عندي نُص كوباية سمسم، نُص كوباية دقيق، نُص كوباية زيت، وحطيتهم في الخلاط وضربتهم وبقوا طحينة. بدال ما تروحي تشتري كيلو الطحينة بكام، لو عايزة ب10 جنيه ب20 جنيه ما بيدوكِ حبّة صغيّرة. هنا بعد ما قشّرنا بقى البتنجان، معايا 3 فصوص توم، معايا بصلاية صغيّرة، معايا فلفل ألوان، معايا نُص ليمونة. طبعًا أنا هنا بقى عملت الطحينة اللي قُلت لكم عليها، نُص ونُص ونُص كده وضربتهم. والجيش بيقول لك اتصرّف، عندِك أي حاجة اتصرّفي بدل ما تشتري الحاجة في البيت، خلّصي نَفْسِك واعملي. ورُحت نازلة بقى بالبتنجان تعالوا بقى نضرب الكلام ده كلّه مع بعضه. حطينا بقى هنا ليمونة وشوية خَل، ونضرب بقى الكلام ده كلّه كده مع بعضه. بُصّوا بقى بعد ما ضربنا الجمال والحلاوة دي، حطيت بقى شوية ملح. بُصّوا لونه هنا مع الفلفل والبصلة والحاجات، الريحة هنا تحفة، تحفة. حطيت شوية ملح بقى وشوية زيت، ما حطيتش الزيت معاه، قُلت أحط الزيت بعد ما أضربه في الكَبّة. بُصّوا الجمال هنا، إيه رأيكم بقى في جمال البتنجان ولون البتنجان اللي يتاكل؟ بُصّوا عسل، 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 بسم الله ما شاء الله، تحفة كده. الرز هنا طبعًا داخل على سِوَى أهوّة، باقلّب فيه. طبعًا إحنا عاملين سمك بوري النهارده شاويينه، وقُلنا ناكل بقى الرز والسمك البوري. النهارده طبعًا ما عرفتش أعمل حاجة عشان المَيّة قاطعة عندي، باصلّح كده شوية حاجات في الماتور وكده. هنا بقى الرز استوى خلاص كده، يالّا بينا بقى نشوف هنعمل إيه. هنا بقى جِبت السمك اللي أنا شاوياه أهوّة البوري، خلّيت الراجل حشى لي بطنه، قُلت له احشي لي بطنه. بُصّوا هنا، بُصّوا حشى لي بطنه بقى كده بالبصل والخضرة، أنا باحبه محشي كده. باشيل بقى القشرة كده وتعالوا ندوق بقى كده ونشوف السمك وجماله. بسم الله ما شاء الله، بُصّوا لحمه خطير، 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 بسم الله ما شاء الله، ألف هنا وشفا. طبعًا أنا ومحمد ابني بس جبنا كيلو أنا ومحمد، وعملنا شوية رز وشوية بابا غنوج وحمدنا الله على كده النهارده. يا رب كده النهارده أكون ضيفة خفيفة عليكم. ما تنسوش تدعوا لأمي وأبويا وأخويا بالرحمة، تدعوا لإخواتنا الفلسطينيين يا رب كده ينصرهم على مين يعاديهم. بُصّوا السمكة، بُصّوا قلب السمكة، تحفة، تحفة، تحفة. وما تنسوناش بقى بلايكاتكم الجميلة وتفعيل الجرس، ربنا ما يحرمني منكم كده ويخليكم ليّا. وباشكر أي حد دخل لي عمل لي تعليق جميل، عمل لي لايك. ربنا كده يا رب يديكم الصحة ويسترها معاكم ويكبر بخاطركم. كل سنة وأنتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بخير يا رب. العيد على الأبواب. ربنا يا رب يدّي كل واحد اللي هو عايزه. بُصّوا هنا لون البدنجان تحفة، تحفة، تحفة. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.